بص يا صديقي، احنا هنا في رمسيس السابع. ده الغرفة التي سبقت غرفة الدفن، وده غرفة الدفن. تمام. غرفة الدفن كلها كاملة مكملة اهي. غرفة مأبية برضو شكل مأبي. تمام. ده من ضمن الأشكال المأبية. طيب بص الغرفة اهي. المقبرة كلها ما تعملش 20-30 متر، ما تعملش أصلا الكلام ده. ده غرفة الدفن على طول اهي. تمام. قبل ما يخش على غرفة الدفن كان في منحدر أو دهليز اللي هو عطاله غرفة الدفن دي. تمام يعني. وادي مدخل المقبرة فوق. يعني مدخل المقبرة يدخلك جسم المقبرة نفسه، عطاك دهليز أو منحدر. آخر المنحدر سلمك غرفة الدفن، وبعد غرفة الدفن غرفة الأساس الجنائزي أو الغرفة التي سبقت غرفة الدفن اللي هي غرف الأساس الجنائزي. ده كده كله الغرفة مقبرة رمسيس السابع كلها على بعضها. المدخل بالدهليز على طول، غرفة ده باب غرفة الدفن اهي، بس ده الباب بتاعها ده. تمام. ده اهي اهيت. تمام. وده الغرفة اللي هي بتاعت الأساس الجنائزي، وده التابوت بتاع رمسيس السابع، وده الغرفة بالكامل اهي. ده طبعا مفيش تصميمات وضع ثابتة، مفيش أعماق ثابتة، مفيش أشكال ثابتة، مفيش أي حاجة ثابتة. ده على حسب المقبرة والشخصية والكلام ده كله، على حسب الظروف اللي هو اندفن فيها. غرفة أساس جنائزي جوه، غرفة دفن اهيت، دهليز أو ممر، دهليز أو منحدر، مدخل المقبرة من بره، وشكرا على كده. ده المقبرة يعني مش لازم بقى تلاقي فيها أبيار وسناديب وممراته وتلاقي مش عارف ايه وتلاقي ايه، لا مفيش الكلام ده كله اهوت. وشكرا على كده. وهي ديت مقبرة رمسيس السابع.